احجوها. بس مو بهاي السهولة صار الدخول لسوريا شعار حماسي. شوفوا أول شي الفيديو بعدين نعلق. السداد اخوان كريتيا وتخلينا نطب عليهم. والله هذا طلب. ادعي لك سيدي، ادعي لك ان شاء الله. والله هذا طلب. والله العظيم ابشر ابشر سيدي، ابشر. بس توخر لنا ذني السداد اخوان كريتيا وتخلينا نطب عليهم. والله هذا طلب. ادعي لك سيدي، ادعي لك ان شاء الله. والله هذا طلب. مرة تقولون الحدود مسكرة حتى تحمون العراق، ومرة نسمع اكو ناس تريد تعبر بسهولة وكأنه الموضوع قرار لحظي. زين نحكيها بصراحة، هذا الجندي العراقي واقف قبال آمره بكل حماس يقول وخر لنا هالسدات الكونكريتية وخلونا نطب عليهم. يابا على كيفك. تدري هاي الصبات مكلفة ميزانية خيالية أكثر من 600 مليون دولار انذبت على الحدود. بس السؤال المهم، وين الطب؟ وعلى منو الطب؟ ركزوا وياي لأنه الحكي هسه صار ثقيل. احنا والعراق شعبين محترمين، جيران ودمنا واحد وبيناتنا كل المودة والاحترام، وإذا مضيعين عدنا شي قولوا يابا احجوها. بس مو بهاي السهولة صار الدخول لسوريا شعار حماسي. زين تقاتل منو؟ الشعب السوري اللي طلع من ضيم، لو اكو غاية ثانية يراد ننجر إلها واحنا ما ندري. تتذكرون من سديتوا الحدود وقلتوا خايفين من الدواعش يفوتون للعراق بشكل غير رسمي؟ هسه الظاهر اللعبة تغيرت وأمريكا جابتهم إلكم ديليفري وبشكل رسمي وعلى طلبكم. إذا ذولا غايتكم فهاكم إياهم، اخذوهم ومسامحين بيهم وبالعافية عليكم. بس لا تبقون تهددون وتسوون بينا حجج وتسوون سوريا شماعة. غايتكم راحت لعدكم، تصرفوا بيهم مثل ما تريدون. بس السالفة مو سواتر وحياطين، السالفة أكبر من هيك بهواي. تعتقدون هذا الحماس هو فعلا حماية للحدود لو هي لعبة جديدة يراد بها حرق المنطقة؟ اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. وأهم شيء تبقى سوريا والعراق إيد وحدة غصبا على كل واحد يريد يفرقنا. احنا والعراق شعبين أخوة ورح نبقى أخوة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك لحتى يصلكم كل شيء جديد. خلص الحكي.